روميو وجولييت، قيس وليلى، وعنتر وعبلة. مين الناس دي؟ دول اعظم علاقات الحب عبر التاريخ، بس المشترك ما بينهم ان كلهم اموات. احنا عايزين علاقة حية نمتثل بيها. ولحسن حظك لو انت من الجيل بتاعنا مواليد الالفينات ومواليد التسعينات، فانت عندك علاقة حب عايشة معاك على نفس كوكب الارض في نفس البلد، علاقة جبس مصر وام سليم. ادعاك بذمة، ادعاك بذمة. صاحب الفخامة، أنا بطاطا تحت رجليك. بجد انا نفسي العلاقة دي تنتهي بجد بأسوأ طريقة ممكنة. وربنا حقق لي حلمي، لان العلاقة دي انتهت، بس انتهت نهاية مضحكة اكتر من افيهات المدرسين في الدروس. دي ان ايه اتخانق مع دي ان ايه، قال له هطلع جين امك. انتهت بفيديو على يوتيوب. ام سليم قفشت جوزها بيخونها، دخلت عليه بالكاميرا كده شبه مسلسل البرنس، بتصوره في وضع مخل جدا شبه محمد رمضان في مسلسل البرنس، داخله عليه بالكاميرا كده. اوعي اوعي. طب بتعمل ايه هنا يا محمد؟ صورت كل حاجه. نزلت تليفوني يلا عشان نتكلم. داخله عليه في وضع مخل جدا. وعندي تعليق طبعا تعليق بجد يعني لازم اقوله طبعا، بس محتاج ان انا اقوله باسلوب كويس لان فعلا الموقف ده صعب. جبس مصر، انت محتاج تتمرن وتجري الساعه 5 الفجر وتنزل الجيم عشان انت جسمك هفتان وانت خاسس خالص ومحتاج تزيد في الوزن. المهم ام مسلم صورته الفيديو وخدت بعضها وقالت السلام عليكم، انا دلوقتي همشي من هنا. تفو على العشرة اللي عشتها معاك، اشبعي بيه. واحنا نستفيد 3 حاجات من موقف المسلم ده. الثبات الانفعالي، ان انت لازم تصبر عند الشدائد وما تتعصبش عشان ما تضيعش حقك. راح اخلعك بالفيديو ده، شكلك هيبقى زبالة اكتر ما هو زبالة لما الناس تشوف الفيديو ده. وتاني حاجة تتعلمها من موقف جبس مصر ومسلم، انك ما تخونش مراتك عند جارتكم. وتالت حاجة اعمل الصباع ده كده ازاي. تالت حاجة لو هتخون مراتك عند جارتكم ما تسيبش الكوتشي بتاعك بره وما تبقاش غبي زي جبس مصر، خش وحطه جوه تحت السرير، مبقاش غبي. بعد ما مسلم نزلت الفيديو ده طبعا عشان كانت عايزه تطلع ترند بفيديو الخيانه بتاعها، جبس مصر رد عليها ورد فعلا رد بجد مؤذي، رد قوي جدا لدرجه ان مفيش حد يعرف يرد عليه، بجد رد ابداعي. بالمناسبه انا واقف في صف مسلم عشان انا بدعم المراه وبدعم حقوق المراه ومسلم وليا على الجد. المهم هنشوف رد استاذ جبس مصر الابداعي اللي محتاج ان احنا ندون كل حاجه هيقولها عشان نعرف نرد عليها براحتنا. هندون كل حاجه في النوتة بتاعت نو بروبليما، يعني مفيش مشكله. هندون كل حاجه هيقولها جبس مصر. المفروض ان انا ليا حق الرد بعد كل الشتائم اللي انا خدتها. اوكي طبعا من حقك ان انت ترد، طبعا حقك ان انت ترد جدا. في بيت تاني ليا، الشخصيه اللي انت شفتوها معايا دي تبقى مراتي، واظن ده من حق، واظن ان انا ما بعملش حاجه حرام. اوكي انا هعرضك شويه في النقطه دي. انت من حقك ان انت تتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه، بس مش على مسلم. وركز في كلامك يا جبس عشان انت كده بتعدي خطوطك، ركز. تنزل الفيديو والناس تشتمني، الناس تشتمها، هما مش فاهمين حاجه ولا سمعوا حاجه. بعد اذنك يا جبس فعلا احنا مش فاهمين النقطه دي، ممكن تشرحها؟ مبسوطه دلوقتي يا مسلم وانا بقول قدام الدنيا كلها ان اصاله تبقى مراتي؟ اوكي. ده كويس ان هي جت لحد كده، تكتر خيرها ان هي عملت كده. ده انا شايف بعيني كومنتات كتير انت ازاي ما جبتهاش من شعرها وازاي. بس دي بنت اصول ومهما كان برضه بتقدر العشره. فعلا ازاي ام مسلم ما راحت جت ما مسكتهاش وعملت لها دبل كيك كده شبه بتوع رمدي اورتن بجد، عشان هي الموقف ده ما يستاهلش الا كده. ومسلم قادره على فكره، بس هي زي ما انت بتقول بتحترم العيش والملح. واتغيرت وبقيت احسن، بس في ناس موجوده في حياتها مش حابه جبس يكون احسن. فعلا يا جبس فعلا معاك في النقطه دي. في ناس بجد عايزه جبس مصر يفضل تحت بجد، وانا منهم، هرفع ايدي دي. حابه جبس يكون على طول بيشرب مخدرات، حابه جبس على طول يكون مش موجود في الواقع. في ناس فعلا عايزاك تشرب مخدرات، بس لو هتشرب مخدرات ومش هتنزلنا فيديوهات انا برضو مع الناس دي، وارفع ايدي التانية.
انا من الناس فعلا التوكسيك في المجتمع بتاعنا، وانا من الناس فعلا اللي محتاجه تبقى مش موجوده. واي حد متفق معايا ان جيمس مصر يشرب مخدرات وما ينزلش فيديوهات يحط لايك للفيديو ده وسبسكرايب اهم حاجه. ويلا نكمل. هي في ناس كده تعشق اللي قدامها ان هو بيتهزم وبيقع، زي ما في ناس مندسين فيكم في مملكتنا اللي بتحبنا وبتقف جنبنا. في ناس مندسين فيهم لما بيشوفوا اي لقطه زي كده يخشوا يصطادوا في المياه العكره. اوكي مدسين. فعلا مملكه جيمس مصر في خطر من المدسين، وكلنا لازم نركز. انا ليه افورت الموضوع؟ حسيت ان انا في قصه شجره الدر. افتكرت بلاك بيوتي، عليه اللعنه هذا الحصان. والناس اللي عم تحرضها لا لازم تتطلقي وتطلقي طب انتوا هتبقوا فرحانين ان الاولاد يتربوا بعيد عن اب وام؟ اعتقد حياتهم هتبقى احسن من العيشه معاك. اعتقد يعني احسن ما يكبروا ويطلعوا يشوفوا اللي انت بتعمله ده، انت وامهم بتركبوا الترند. حاولوا تلموا معايا الدنيا، انا مش عايز عيالي يتربوا بعيد عني. اوكي لا عندك فوق يا جبس، ده انت مطلقها 25 مره على الانستجرام و30 مره على تيك توك و3-4 مرات كده على يوتيوب. فعلا صح انت صح. راجعوا نفسكم شويه عشان الدنيا دواره والله. اوكي لا احنا اللي محتاجين نراجع نفسنا. ماشي احنا اللي محتاجين نراجع نفسنا فعلا. حياتي انا ومسلم انا مقدمها لكم على السوشيال ميديا ومديكم الحريه ان انتوا تتدخلوا فيها، ودي حاجه والله العظيم مفرحاني. حياتي التانية انا مش حابب حاجه زي كده. حلو يعني حياتك انت ومسلم عرضها لنا ونتدخل فيها براحتنا، وحياتك انت وزوجتك التانية اللي هي اصاله مش عايز حد يشوفها. حلو، ممكن بقى تشرح لي ايه ده؟ المفروض يكون ليك مقدمه تكون خلاص الناس عارفه ان المقدمه دي بتاعت اصاله. انا هوريكم انا برسم ايه في النوت اهو. دي المقالات اللي انا كنت عمال اكتبها. حلو بقى انت ممكن تشرح لي ايه ده ايه؟ وحياتنا الشخصيه هتبقى معاكم وتحكموا فيها براحتكم بقى. ماشي انا عامل نفسي ما سمعتش اي حاجه. حتى أصالة مش حابة حاجة زي كده، ولا داخلة في طمع، ولا داخلة بقى إن هي واخدة يوتيوبر وإن هي عايزة تبقى يوتيوبر وإن هي عايزة تبقى موجودة على السوشيال ميديا. والله العظيم ولا خالص، ولا في أي حاجة من الكلام ده. دول إيه؟ دول كلهم إيه؟ 18 فيديو وأصالة مش عايزة تبقى يوتيوبر ولا تيك توكر ولا أي حاجة، ولا عايز تعرض لنا حياتك يا راجل. ده كده فعلا بعد ال 18 فيديو أصالة مش عايزة تبقى تيك توكر ولا يوتيوبر. كده أصالة عايزة تبقى كنزي مدبولي، وهتخش على شغل كنزي مدبولي. 82,000 ستوري في اليوم. أصالة كده فرع الكنزي مدبولي، فرع اليوتيوب. المهم عاشوا حياتهم في تبات ونبات. طب انت عاجبك التاني؟ انت حامل؟ يا ربنا انت كريم يا رب، انت كريم يا رب. الف مبروك يا روحي، الف مبروك الف مبروك. فرحتيني. ليه بتعيط؟ كان نفسي بنت. الحمد لله. وخلفوا صبيات وبنات. لا فوق طالما جيت عند البنت ام سليم قالت ما بدهاش. تطلع تقول انا حامل وهجيب لك البنت تبقى اخت الحبيب وسليم. انت يا معفنه وانت يا معفن. فتحت لايف وقالت انا ام طرحه المترشمه، يعني انا الشريفه ام طرحه. شتمت اصاله وشتمت جيمس مصر وقالت عليهم حشاشين، وقالت اصاله بتشرب ارجيله بتاع حشيش، وخليته يبطل في اللايف. وانا هزقتك انت والرقاصه والحشاشه بتاعتك، بلاش تجيب في سيرتي. يعني اصاله من الستات اللي بتشرب الشيشه وتحط رجل على رجل في الكافيهات. فعلا كده يا مسلم، انت حقك، لان الستات دول انا بكرههم وانا بدعمك يا مسلم. يا انت انا كل الناس كانت تفضل تقول لي بلاش هو وانا اقول هو، والناس كلها قعدت تقول لها بلاش هو وهي تقول لا هو، وحاجه في منتهى الحزن يعني الصراحه يا مسلم. يعني مسلم كانت موجوده من الاول وبتصور معاكم من الاول. لا ده احنا محتاجين نراجع نفسنا بقى كده. وريني كده يابا. يعني انت يا مسلم كنت معاهم من الاول؟ ده انا كنت مديكي قلبي يا مسلم. فعلا ظني خاف فيك يا مسلم. يعني بعد كل العياط اللي انت عيطتيه ده تطلعي انت اصلا بتصوري معاهم؟ وكل الناس مصدقه اللي دوت ترند وفيك. بس لا والله لا،
اقسم بالله لا، مش انا اللي عليا متوته اجري بالواد واروح اقدم له واروح ادفع له فلوس واروح اعمل. انا بقالي اسبوعين على كده. حد يا جدعان يديني رقم السبك يا جدعان ينتج لها مسلسل. ده انا صدقتك يا ام مسلم. فعلا اللي يمشي ورا حرمه ما يخلاش من الفورم. اي كلام. جيبس مصر عامل حلقتين بقى بيرد فيهم وبيفهم الناس وبيشرح لهم ليه هو عمل ترند، ليه هو ما اتجوزش اصاله، وليه كان بيكذب علينا، ومقتنع بقى ان هو في الحلقتين دول بيقول لنا بيشرح لنا حاجات مفيده واحنا شويه بهايم قطيع ماشيين بنتفرج على اي حاجه وبندعم اي حاجه. يا جيبس مصر انت كنت سكت خالص وما عملتش اي حاجه، يعني كنت كملت بقى تنزيل فيديوهات انت ومسلم وما كنتش رديت الرد المضحك خالص ده. تطلع تقول لا انا بفيدكم بعرفكم ان السوشيال ميديا كلها فيك. لا فوق، انت اللي فيك لوحدك، انت وحمدي وفاء وشادي سرور ومهاب فعلا السوشيال ميديا كلها فيك. وانا فيك، انا مش حقيقي، انا CGI. وانا ماشي. السلام عليكم وفي رعايه الله يا شباب وربنا يوفقكم في اللي جاي.